لا زال شبح هزيمة الزمالك أمام الأهلي يطارد النادي وجماهيره. حلقة جديدة ومعلومات جديدة مع برنامجكم أسرار وأخبار. بس يا ريت في البداية ما ننساش نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من اللايكات، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي حالا دوس على زرار الاشتراك وفعل جرس التنبيهات عشان خاطر يوصلك أخبارنا الحصرية أول بأول. خلونا في البداية نرحب بناقدنا الرياضي الأستاذ سعيد حسنين. أهلا وسهلا بك يا أستاذ سعيد. اهلا بيك يا كابتن احمد. ماذا يدور في نادي الزمالك؟ احكي لنا عن وقائع المؤتمر الصحفي بتاع مرتضى منصور، واحكي لنا عن اخر المستجدات داخل القلعه البيضاء. عزبة مرتضى منصور يا كابتن احمد، حقيقه عزبة مرتضى منصور النهارده قررت قرارات برئيسها مرتضى منصور. خد عده قرارات. احنا في نادي الزمالك ما بقيناش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط، تخبطات من كل اتجاه. حقيقه امور غريبه وعجيبه من مرتضى الحقيقه يا كابتن احمد. الراجل النهارده اتخذ عده قرارات بخصوص طبعا فيريرا. طبعا الراجل قال ان هو هيخلي فيريرا يكمل لحين مباراه فاركو اللي هي تقريبا هتبقى يوم 9 يناير. طبعا ده في حد ذاته هيعمل قلق جامد جدا لجماهير نادي الزمالك، لان خلاص كانوا عندهم امل ان الفرقه يحصل لها تغيير من المدرب علشان يبقى فيه استقرار. لكن هو طبعا عنده مشكله الاتفاق ما بين فيريرا ومرتضى او نادي الزمالك. العقد اللي احنا اتكلمنا عليه بخصوص المدرب، عايز اسالك على حاجه كده عشان ما ننساش. في اخبار خرجت من ساعات قليله بتقول ان في دلوقتي تفاوض مع بيتسو موسيماني. ماذا صحه هذا الخبر؟ لا، هو موسيماني فعلا هم كلموه، لكن الراجل رفض بشكل قاطع. ده طبعا تسريبات انا بحيي حضرتك عليها، لكن هو موسيماني خلاص رفض الكلام ده. الحقيقه احنا مش عايزين والله، يمكن يا كابتن احمد جماهير نادي الزمالك الله يكون في عونها اليومين دول. عزبة مرتضى مقرره قرارات عنجهيه وغريبه. كرش واحد النهارده في المؤتمر، مصطفى الجويلي. الراجل ما اعرفش هو بيدير مصطفى الجويلي ده راجل نجم من نجوم نادي الزمالك، راجل محلل في القناه. اتكرش بصوره شكلها مش كويس، تلفظ بالفاظ قاسيه جدا على محمود عبد المنعم كهربا. حاجات كتيره حصلت. طيب اكد لك معلومه يا كابتن احمد. اتفضل. حد يعرف احمد دعبس، محمود طه، سليمان وهدان، مريم نصحي، علاء مقلد؟ مين دول يا استاذ؟ علاء مقلد هو متهيألي عضو مجلس اداره. دول يا سيدي الفاضل الحقيقه دول اعضاء مجلس الاداره، اعضاء مجلس عزبة مرتضى منصور. الحقيقه الناس دي كتير، واتذكر كابتن جمال عبد الحميد موجود معاهم، بس جمال عبد الحميد بالظبط ما فيش اي حد فيهم ليه دور خالص. الناس دي كلها خلاص هو مرتضى اللي بيسوق وانا السواق بتاع العزبه ومحدش يقدر يتكلم معايا. كمان النهارده طبعا امير يمكن اعلن استقالته امبارح. طبعا برضو عشان العزبه طبعا احنا عارفين الراجل قال لا ما استقالش. الناس كلها رفضت الاستقاله، مفيش حد رفض يا عيني الاستقاله. ده ناس غلابه اللي قاعده مع مرتضى. انا ما اعرفش هم ليه خايفين منه الحقيقه. راجل غريب يا كابتن احمد. طب بمناسبه امام عاشور، لان هو برضو قال كلام على امام عاشور، ايه قصه التفصيله دي بالذات؟ التفصيله دي يا كابتن احمد، يمكن انت عارف ان امام عاشور حصل موقف بينه وبين عبد المنعم كهربا اثناء المباراه. واللعيبه طبعا صحاب في النهايه، ضحكوا مع بعض حاجه من هذا القبيل. ليه وليه ان امام عاشور ضحك مع العدو بتاعه محمود كهربا. هو فعلا عرضه للبيع زي ما قال، وقال انت بتستفزني. طب هو بيستفزك ليه يا مرتضى منصور؟ انا عايز افهم هو بيستفزك في ايه؟ لاعب كوره مع لاعب كوره بيدردشوا مع بعض، انت عندك امر قانوني خليك ماشي بيه. انت الحقيقه اداري فاشل وما تعرفش اي حاجه عن الاداره. الحقيقه الناس كلها زهقت منك، اولهم جماهير نادي الزمالك. الحقيقه مرتضى منصور راجل فاشل بمعنى الكلمه. ايه مشكله امام عاشور يا كابتن؟ انا بصراحه بشفق على جماهير نادي الزمالك بصراحه من الاحداث اللي بتحصل بسبب مرتضى. اي حد هيقول لك ان الزمالك المشكله في اللعيبه او المدرب، يبقى طيب. لا، هي المشكله معروفه فين. والله يا كابتن احمد، يمكن انا راجل حضرتك عارف
ان انا بعيد عن يعني انا مش زملكاوي او من هذا القبيل، يعني بعيد، بس ليك مصادر قويه داخل النادي طبعا يعني. طبعا كلهم اصدقائي وحبايبي من الصحفيين والاعلام جوه نادي الزمالك، لكن حزين على اللي بيحصل. جماهير استوت يا كابتن احمد الحقيقه، الناس دي عايزه. تتوقع ايه في القادم لنادي الزمالك سريعا كده؟ سريعا اتوقع ان اللقاء القادم امام غزل المحله اي دروب تعادل او هذا خلاص، كل القرارات بتاعت العزبه النهارده هتتلغى خلاص، وهيتم اقاله فيريرا مباشره في حين تعادل او فوز غزل المحله على الزمالك، وده على فكره بنسبه كبيره وارد يحصل يعني. ان شاء الله كابتن سعيد، احنا يعني نتمنى الأسوأ لنادي الزمالك. أنا يعني بحكم إن أنا راجل أهلاوي، ده المنافس يعني الشرعي ليا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ سعيد. أنا اللي بشكر حضرتك جدا يا كابتن أحمد، ودايما بسعد بلقائي معاك. وبنشكر جمهورنا في كل مكان، بنشكركم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.